عناوين معظم الصحف الفرنسية أجمعت على أنه عثمان ديمبلي سيكون الفائز بالكرة الذهبية نهار الغد الاثنين. طبعا معظم الصحف بعناوينها وضعت أنه عثمان ديمبلي تم إبلاغه من مصادر مقربة جدا من بارك دو برانس حيكون عم يحمل الكرة الذهبية غدا بالحفل أكيد اللي حيقام بباريس. إضافة إلى أنه الرئيس ناصر الخليفي ما حيكون متواجد بالكلاسيكو بين مارسيليا وباريس سان جيرمان نهار الغد بالفيلودروم اللي هو بنفس توقيت حفل الكرة الذهبية. حيكون برفقة النجم رونالدينيو ممثل نادي باريس سان جيرمان بهالحفل. وطبعا كتير انحكى انه عثمان ديمبلي بفضل الانجازات اللي حققها الموسم حيكون هو حامل البالون دور النجم الفرنسي. وبسياق آخر كمان حكى إنه لامين يامال طبعًا مصادر صحفية إسبانية إنه حيكون بالحفل مع وفد من نادي برشلونة الإسباني.